العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. المحاصيل الحقلية توجد في وضع جيد بمديرية تسيناي. نفير حماية التربة وحفظ المياه في قندع. جهود لإدخال المناحل الحديثة في صنعاء. ألمانيا تعبر عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل للنزاع الليبي. قرقيزستان تلقي نتائج الانتخابات البرلمانية بعد موجة احتجاجات. والأمازون ستتحول من غابات مطيرة إلى سافانا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. صرح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية تسيناي السيد برهاني أسملاش بأن المحاصيل الحقلية في المديرية توجد في وضع جيد بفضل خريف هذا العام الماطر. وذكر السيد برهاني زراعة 13779 هكتار هذا العام بالذرة والسمسم والدخن من أصل 15250 هكتار تنمو عبر الزراعة المطرية وبلغت غالبيتها مرحلة الإثمار. وقال السيد برهاني رغم تأخير الأمطار لم تنجز أنشطة الزراعة في أوانها، لكن وبعد هطول الأمطار بنسبة 581 ملم خلال 25 يوما وتوظيف جرارات زراعية حكومية كافية أدت إلى إنجاز أنشطة الحراثة في وقت وجيز. من جهته أشار مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد إدريس أحمد إلى تسيير أنشطة جادة بالتركيز على برامج تمهيد الأراضي لتعزيز الإنتاجية الزراعية، فيما تم توزيع أراضي يمكن تنميتها بقدرات المزارعين توخيا للخسائر، وتوزيع 1500 هكتار للمزارعين الجدد. أوضح السيد إدريس بأن المزارعين يكافحون الآفات الزراعية النادرة برش المبيدات، لا توجد ظاهرة جراد مقلقة، وتنظيم دورات تدريبية ل300 مزارع وأعضاء قوات الدفاع بهدف الاستعداد المسبق لمكافحة غزو الجراد. وأفاد المزارعون بأنهم اضطروا لإعادة الزراعة 3 مرات نتيجة لتأخير الأمطار وانقراض بذور الزرع بالآفات والطيور، لكن هطول الأمطار بانتشار واسع ومساعيهم الحثيثة ساعد لبلوغ مزارعهم مرحلة الإثمار. يقوم سكان ضواحي قحتيلاي وعدشوما ومتكل الأبيت ودنقل العلاي وتحتاي بنفير لبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية وإصلاح مساقط المياه. كما يقوم سكان متكل الأبيت بصيانة الحواجز المائية التحويلية للسيول في المزارع. وقام سكان بلدة قحتيلاي بإزالة أشجار المسكيت من مساحة 320 هكتار وصيانة 10 كيلومترات من طريق أسمرة مصوع وقحتيلاي شعب. ويشمل النفير صيانة مدرسة ثانوية وغرف انتظار الحوامل وبناء سور لعيادة قحتيلاي. يقوم مربو النحل في مديرية صنعاء بجهود لإدخال المناحل الحديثة لرفع إنتاج النحل. وقال رئيس جمعية مربو النحل في مديرية صنعاء السيد إبراهيم سليمان إن الجمعية تعمل لتمهيد الأرضية بهدف رفع إنتاج النحل، موضحا بأن المبيدات الحشرية التي ظلت ترش في منطقتهم تؤثر سلبا على أنشطتهم، منادين المهنيين الزراعيين إلى المسألة للاهتمام اللازم. وأوضح سكرتير الجمعية الأستاذ إسماعيل محمد نور بأن 18 ضاحية من 24 ضاحية في المديرية ملائمة لتربية النحل، مشيرا إلى محدودية أنشطة تربية النحل رغم إمكانية تربية 8800 خلية نحل. وذكر أن الجمعية تقوم بتعريف مربي النحل المستخدمين للمناحل التقليدية بأهمية المناحل الحديثة وحثهم للانضواء في الجمعية. ووضع أعضاء الجمعية وزارة الزراعة لتقديم المناحل الحديثة وغيرها من الأدوات اللازمة عن طريق الجمعية.
ويمتلك أعضاء جمعية مربي النحل في مديرية صنعاء التي تأسست عام 2015 964 خلية نحل في المناحل التقليدية والحديثة. تلقى المعاقون والأسر المحتاجة في مديريتي أفعبت وسجنيتي دعما بمبلغ 77 ألف نقفة. وقدمت جمعية معاق الحرب في إقليم شمال البحر الأحمر مبلغ 39 ألف نقفة لأعضائها المحتاجين في مديرية أفعبت. وكانت الجمعية قد قدمت الأغذية ل 32 من أعضائها في المديرية. وفي مديرية سجنيتي قدم سكان عدقيح ودقرامريتو 38 ألف نقفة للأسر المحتاجة. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار العالمية. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أبدت الحكومة الألمانية تفاؤلا حذرا بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عقد بعدما استأنف طرفا النزاع أخيرا الحوار بينهما. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي في برلين أن هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر، لافتا إلى أن ثمة مؤشرات لدى طرفي النزاع للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي. وأضاف الوزير الذي كان يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتقد أن ثمة نافذة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة. وألمانيا على رأس الدول التي تبذل جهدا دولية لحمل الأطراف في ليبيا على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات سياسية، والجهات الداعمة لها إقليميا إلى احترام الحظر على الأسلحة. كما أفضت مفاوضات تضم برلمانيين من الجانبين المتخاصمين في 10 سبتمبر في المغرب إلى اتفاق شامل حول المؤسسات السيادية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرقستان إلقاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية الأسبوع بعد اندلاع احتجاجات كبيرة في العاصمة القرقازية بتشيكيب ومدن أخرى للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. وقالت رئيسة اللجنة نورزهان شيلدا بيكوفا إن قرار إلقاء نتائج التصويت جاء من أجل منع التوتر في البلاد. وقد أدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي جرت إلى نزول آلاف الأشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بتشيكيك، ثم إلى مواجهات ليلا مع الشرطة أسفرت عن مقتل شخص وجرح 120 آخرين على الأقل. واستولى متظاهرون مناهضون للحكومة القرقازية على مقال السلطة في العاصمة بتشيكيب، وأطلقوا سراح الرئيس السابق المازبيك في تصعيد لاحتجاجاتهم على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى. حذر باحثون من إمكانية أن تفقد مناطق مختلفة من غابات الأمازون طبيعتها، وأن تتحول من غابات مطيرة إلى مجرد سافانا مع تراجع بأعداد الأشجار بسبب الأزمة المناخية. وتعتبر الغابات المطيرة شديدة الحساسية لما قد يطرأ من تغيرات في كميات هطول الأمطار ونسبة الرطوبة، كما أن الحرائق أو فترات الجفاف الطويلة قد تؤدي إلى خسارة مناطق عدة من الغابات لأشجارها، وبالتالي تتحول إلى سافانا. وفي الأمازون فإن هذه التغيرات ممكنة الحدوث، لكنها ستستغرق عقودا لهذا التحول. بحسب دراسة نشرت في مجلة علمية، فإن عملية التحول هذه باتت أقرب بكثير مما كان يعتقد في السابق، فما نسبته 40% من غابات الأمازون المطيرة هي حاليا أشبه بسافانا.
وقد تراجعت كميات الأمطار في مناطق واسعة من هذه الغابات بسبب التغير المناخي. وتعتبر حرائق الغابات في الأمازون هذا العام الأسوأ منذ نحو عقد من الزمن، مع زيادة بنسبة 60% في بؤر الحرائق مقارنة بالعام الماضي. والخبر الأخير في هذه النشرة: توجت جائزة نوبل للفيزياء التي أعلنت روادا ثلاثة في مجال البحوث المتعلقة بالثقوب السوداء، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها. هما البريطاني روجر بنروز، والألماني رينهارد جانزل، والأمريكي أندريا غيز. وفاز برونزر بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن تشكل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ الصلب بنظرية النسبية العامة، في حين أن جانزل وغيز كفئا لاكتشافهما جسيما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرتنا، على ما أوضحت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم. وباتت أندريا غيز رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل للفيزياء، وهي الفئة التي شهدت فوز أقل عدد من النساء بين جوائز نوبل الست. وتشكل الثقوب السوداء الفائقة الضخامة أحد ألغاز الفيزياء الفلكية، ويكتنف الغموض خصوصا طريقة بلوغها هذا الحجم. وكان الخبراء يرجحون إعطاء جائزة نوبل هذه السنة لاكتشاف يتعلق بالفيزياء الفلكية أو فيزياء الكم، وهما تركزان على درس عالم الظواهر الفائقة الصقر. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.